السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. القضية اللي هنتكلم عنها النهاردة بتطبق مقولة كلنا عارفينها كويس جدا: احذر من عدوك مرة ومن صديقك 1000 مرة. ده مش مجرد مثل كلنا حافظينه وبنحاول نردده، ده حرفيا هو العنوان المثالي لقضية النهاردة. المجرمة في قضية النهاردة كانت عايشة في بيت لعشرات السنين، وكل اللي في البيت كانوا بيأمنوها على مالهم وأولادهم، بس للأسف هي كانت خاينة للأمانة دي. جريمة هزت السعودية كلها وفتحت ملف لسه لحد النهاردة ما اتقفلش، وللأسف مش هيتقفل بسهولة لأننا لحد النهاردة مش عارفين هنتخلص ازاي من الجرائم اللي زي دي. النهاردة معانا قضية فاطمة السفاحة الإثيوبية اللي قتلت طفلة سعودية بدم بارد ونجا منها الطفل التاني بأعجوبة. وقبل ما نبدأ قضيتنا ما تنسوش تدعوا لإخواتنا لأن حالهم الأيام دي صعب جدا، ربنا ينصرهم ويصبرهم. فاطمة محمد أصفاو هي عاملة واحدة في وسط أكتر من 800 ألف عامل وعاملة موجودين في السعودية. طبعا ده عدد كبير جدا في دولة واحدة، وده كمان عدد العمالة المنزلية بس، مش كل العمالة اللي موجودة هناك. وهي دي المشكلة الكبيرة، لأن هيبقى صعب جدا تتأكد إن كل واحد من ال 800 ألف دول هو إنسان كويس وتقدر إنك تستأمنه على بيتك. عاوزك يا صديقي تتخيل معايا اللي هقوله لك ده وتركز فيه كويس جدا. تخيل إنك جبت واحدة تساعدك في تربية أولادك، وهي فعلا كانت عايشة معاك سنة واتنين وتلاتة، وأولادك فعلا كانوا بيحبوها وكل حاجة كانت تمام. لكن فجأة تصحى من نومك تلاقي العاملة دي قتلت أولادك. تخيل الصدمة والإحساس بالذنب والإحساس بالندم، كل دول ممكن يضيعوا حياتك. أهو ده بالظبط كان إحساس نوف اللي هي والدة نوال ضحية النهاردة. نوف سعد الشهراني كانت ست من الرياض، اتجوزت وخلفت ابنها الأول علي، وبعد سنتين وكام شهر خلفت بنتها نوال اللي هي الطفلة التانية. بس النصيب كان سبب في إن هي وزوجها ينفصلوا عن بعض، وواضح إن الانفصال ده كان انفصال راقي وما حصلش بينهم أي مشاكل على حضانة الأطفال. علي ونوال كانوا عايشين مع أمهم نوف اللي في الوقت ده كانت بتشتغل ممرضة في مستشفى الملك سلمان، تحديدا في قسم الطوارئ. والحقيقة إن كل الناس اللي في الشغل كانوا بيشيدوا بنوف وأخلاقها وإنها شاطرة جدا كمان في شغلها. ورغم إنها بتشتغل شغلانة صعبة وبتحتاج لمجهود كبير ووقت طويل، إلا إنها برضه كانت ناجحة في بيتها، وكانت هي اللي بتربي أولادها وبتعمل لهم كل حاجة بنفسها. ولما الناس كانوا بيطلبوا من نوف إنها تجيب عاملة تساعدها في تربية الأولاد، كانت دايما بترد عليهم وبتقول لهم إنها بتحب تعمل لأولادها كل حاجة بنفسها. والدة نوف كانت ست كبيرة وعندها عدد كبير من الأحفاد، عشان كده كانت دايما بتعتمد على عاملة إنها تساعدها في البيت. وبشهادة كل الناس فالعاملة اللي كانت بتروح بيت الناس دول كانت بتبقى مبسوطة ومرتاحة جدا، لأنهم أولا بيعاملوها كويس جدا وبرحمة وإنسانية، وثانيا ما بيأخروش عليها أي حقوق بالنسبة للماديات. ده غير طبعا إنهم كانوا بيدوها مكافآت مرتبطة بالأعياد والمناسبات. عشان كده العاملات اللي بيشتغلوا في بيوت الناس دي كانوا دايما بيشكروا فيهم، وحتى مكتب توريد العمالة كان بيختار أفضل العمالة عشان يشتغلوا هناك. مرت كام سنة ونوف اتعرفت على واحد واتجوزته، وهو كان شخص كويس جدا وبيعاملها كويس وبيعامل ولادها كأنهم ولاده بالظبط. نوف كانت لسه ثابتة على موقفها ورافضة وجود أي عاملة تساعدها في البيت، بس أمها زي ما قلنا ما كانتش بتستغنى عن وجود عاملة في البيت، لحد ما في النهاية وصلت فاطمة. فاطمة هي بنت من أثيوبيا، كان بقالها سنتين في الرياض، ومكتب التخديم بعتها لأم نوف لأنه كان عارف إن فاطمة بنت كويسة ومحدش اشتكى منها قبل كده. وفعلا زي ما الراجل قال، البنت كانت فعلا شاطرة وبتتعامل مع والدة نوف كويس جدا، وبتتعامل مع الأحفاد اللي هم نوال وعلي أولاد نوف أو حتى أولاد إخواتها بشكل كويس جدا، لدرجة إن الأولاد كانوا مرتبطين بها جدا، خصوصا نوال اللي كانت مرتبطة بفاطمة وما بتعرفش تبات غير في حضنها. واللي كان ظاهر قدام كل الناس إن فاطمة برضه بتعامل الأولاد كويس وبتحبهم جدا وبتعاملهم بشكل كويس جدا. ولحد هنا كل حاجة كانت تمام. بس لما عقد العمل بتاع فاطمة كان قرب إنه ينتهي وكان لازم إنها ترجع بلدها، والدة نوف كلمت بنتها وطلبت منها تساعد فاطمة في إنها تخلص ورقها قبل المدة اللي متبقية ما تخلص.
فاطمة كانت طول الوقت بتقول لهم إنها مش عايزة ترجع لبلدها، خصوصا وإن إثيوبيا في الوقت ده كان فيها مشاكل كتيرة جدا، لكن هم ما كانش فيه أي حاجة في إيديهم يعملوها عشانها. خلاص العقد بتاعها خلص ولازم تجدد العقد أو ترجع لبلدها مرة تانية. فاطمة نقلت عشان تعيش في بيت نوف كضيفة في البيت لحد ما تخلص الورق بتاعها، وفعلا نوف كانت بتنزل مع فاطمة تخلص كل أوراقها، ده غير إنها أخدت كل مستحقاتها المالية في الفترة دي وفوقهم كمان مكافأة. لكن فاطمة ما استسلمتش وطول الوقت كانت بتلح على نوف إنها ما تخليهاش تسافر وتسيبها وهي هتاخد بالها من ولادها. نوف فهمتها إنها مش بتشغل أي عاملة عندها في البيت، ده غير إن دي قوانين وإنها لازم ترجع لبلدها، وممكن لما ترجع للبلد تقدر إنها تلاقي عقد عمل جديد وترجع للسعودية. ولأن نوف كانت عارفة إن فاطمة زعلانة جدا، قررت إنها تخرج معاها وتشتري هدايا ولبس كتير لفاطمة عشان تهون عليها شوية. في اليوم ده رجعوا من بره ودخلوا عشان يناموا، وخلاص فاطمة كان باقي لها يومين بالظبط وترجع لبلدها. في صيف سنة 2018 علي ونوال كانوا في فترة الأجازة بتاعتهم، ونوف كانت متعودة إنها تسيبهم وتروح المستشفى، خصوصا إن هما مش صغيرين. علي كان عنده 14 سنة ونوال كان عندها 11 سنة وكام شهر، وكمان اللي كان مطمنها أكتر إن فاطمة اللي كل الأولاد بيحبوها موجودة معاهم في البيت. خرجت نوف على شغلها الصبح بعد ما صبحت على فاطمة ووصتها على الأولاد، ووصلت لشغلها وبدأت فعلا تخلص كل اللي وراها من متابعة المرضى ورعايتهم. لكن فجأة وبعد ساعة تقريبا من وصولها للشغل اتصل بها علي، والمكالمة اللي نوف كانت فاكراها مكالمة عادية جدا كانت مكالمة صعبة جدا بالنسبة لها. علي كان منهار وبيصرخ بصوت عالي وبيقول لها إنه مستخبي في الحمام وإن فاطمة ضربته بالسكينة أكتر من مرة. ولما أمه سألته عن نوال قال لها إن فاطمة برضه ضربتها بالسكينة أكتر من مرة وإن أخته أغمى عليها. ولأن نوف زي ما قلنا كانت ممرضة طوارئ، فهي اتصرفت بسرعة وبذكاء شديد وطلبت من ابنها يضغط على الجرح بقوة وما يخرجش من الحمام مهما حصل. نوف طبعا كلمت الشرطة بسرعة واتحركت ناحية البيت بعربية واحدة زميلتها، وأول لما وصلت للبيت لقت الشرطة والإسعاف كانوا موجودين هناك. نوف لما وصلت عند البيت اكتشفت من الاستعجال بتاعها إنها ما أخدتش معاها مفاتيح البيت، عشان كده كلمت علي وطلبت منه يفتح الباب. وفعلا الولد تحامل على نفسه بكتر الجروح اللي عنده وخرج من الحمام فتح لهم الباب. أول لما دخلوا البيت لقوا نوال كانت واقعة على الأرض قدام الباب وغرقانة في دمها، وللأسف ما كانش مغمى عليها زي ما علي بيقول، هي كانت ميتة ومنظر جثتها كان صعب جدا. نوال اتعرضت لعدد كبير جدا من الطعنات ووشها كان متغرق بالدم. علي هو كمان حالته كانت صعبة جدا بسبب كمية الدم اللي فقدهم وهو موجود في الحمام، ده غير كمان انهم اكتشفوا ان علي اتعرض لعدد كبير جدا من الطعنات. نوف طبعا انهارت جدا من المنظر اللي هي شافته، وكانت خلاص شايفة ان اولادها الاتنين بيضيعوا منها. ومن منظر الجثة ومنظر مسرح الجريمة كان واضح جدا ان فاطمة اكيد هربت من هناك. لكن عكس كل المتوقع والغريب كمان ان فاطمة كانت قاعدة في الأوضة بتاعتها بهدوء شديد، وحتى ما حاولتش تقاوم في القبض عليها او تنكر انها قتلت الاولاد، ده اعترفت بكل حاجة. الإسعاف نقلوا علي للمستشفى بسرعة جدا لأن حالته كانت صعبة، بس للأسف فاطمة اتنقلت للمشرحة لأنها كانت ماتت من قبل وصول الشرطة. وبعد أيام استلمت نوف جثة بنتها وصممت إنها تغسلها بنفسها، وقالت نوف بانهيار يقطع القلب إنها بدل ما هتلبس بنتها فستان الفرح فهي غسلتها وكفنتها باللون الأبيض. قالت كمان إن حالة الجثة بتاعت بنتها كانت صعبة جدا من قوة الطعنات، ونوال حصل لها كسر في الجمجمة وشعرها كان مقطوع من الطعنات اللي أخدتها في راسها. الحاجة الوحيدة الكويسة في وسط كل الأحداث دي إن علي نجا من الموت بأعجوبة. علي دخل العمليات أكتر من مرة لأنه للأسف اتعرض لعدد كبير من الطعنات، وكلها كانت طعنات عميقة جدا لدرجة إن الدكاترة وضحوا إنهم اضطروا يستأصلوا جزء من الرئة وجزء من الأمعاء، وسبحان الله نجاته كانت بأعجوبة برأي كل الدكاترة اللي اشتغلوا معاه. للأسف حالة علي كانت سيئة جدا وفضل في شبه غيبوبة لفترة مش قليلة، وحتى لما فاق أمه كانت مخبية عنه موت أخته، لحد ما في يوم من الأيام واحد من الجيران كان بيزور علي وقال له على اللي حصل لأخته. طبعا الموضوع ده أثر عليه نفسيا جدا، ونوف كانت متضايقة من جارهم ده إن هو قال لها على الحقيقة، بس في الآخر علي أكيد كان هيعرف الحقيقة. الجميل إن كل الدكاترة والتمريض اللي موجودين في المستشفى أو حتى الناس اللي بيزوروا قرايبهم وأصحابهم كانوا دايما بيروحوا لعلي وبيحاولوا يدعموه نفسيا. وفعلا الموضوع ده جاب نتيجة كويسة جدا، وعلي بدأ إنه يتحسن
والشرطة كانوا مستنيين إنه يتحسن بشكل كامل لأن أقواله هتبقى مهمة جدا في القضية. فاطمة في البداية لما اتقبض عليها اعترفت بكل الجريمة اللي عملتها، بس بعد كده هم بيسألوها عن أي حاجة ليها علاقة بالقضية ما كانتش بترد عليهم غير بكلمة واحدة بس مستفزة جدا: اللي عملته ده هو الطبيعي. علي لما فاق من اللي هو فيه والدكاترة سمحوا للشرطة إنهم يتكلموا معاه قال للشرطة على كل اللي حصل في اليوم ده. علي بيقول إن في اليوم ده كان صاحي من النوم وقاعد في أوضته بيلعب، وبعدين سمع صوت عياط جامد جاي من ناحية المطبخ. اتجه ناحية الصوت ده لحد لما وصل للمطبخ واكتشف إن فاطمة كانت قاعدة بتعيط عياط جامد جدا وبتكلم نفسها بلغة هو مش فاهمها. علي سألها مالك وهي ما ردتش عليه، سألها لو في حاجة مزعلاها وهي برضه ما كانش بترد عليه، عشان كده عرف إنها عايزة تقعد مع نفسها شوية وسابها ومشي. ولما كان راجع في الطريق لأوضته شاف أخته كانت قاعدة في الصالة وكان كل حاجة باين إنها طبيعية. بعد أقل من ربع ساعة سمع نوال أخته بتصرخ بصوت عالي، طلع يجري ناحية الصالة ولقى فاطمة موقعاها على الأرض وبتطعن فيها بسكينة كبيرة طعنات متتالية. جري بسرعة ناحية أخته وحاول إنه ينقذها ويشد فاطمة لبعيد، بس فاطمة كانت أقوى منهم وبدأت تطعن في علي بكل قوتها. علي قدر إنه يهرب منها واتجه ناحية الحمام وحبس نفسه هناك، واتصل بسرعة على أمه قال لها على كل اللي بيحصل. الشرطة سألوه لو في أي حاجة تانية حصلت كانت هي السبب في إن فاطمة تعمل كده، بس هو أكد للشرطة إن مفيش أي حاجة حصلت وإن طول الوقت فاطمة كانت بتعاملهم كويس جدا، يعني مفيش أي سبب للجريمة اللي حصلت لا عند فاطمة ولا عند عيلة نوف. بالعكس دي فاطمة أكدت كمان إن أفراد العيلة كانوا بيعاملوها كويس وبيدوها حقها وزيادة. ولما الشرطة كانوا بيضغطوا على فاطمة عشان يحاولوا يعرفوا منها الدافع من الجريمة كانت بترد عليهم وتقول لهم إنها عملت كده لأنها مش عايزة ترجع بلدها. مشكلة فاطمة ما تعتبرش مشكلة فردية، لأن لو اتكلمنا عن الجرائم اللي بيعملها المربيات في السعودية هنكتشف رقم مرعب. في إحصائية بتقول إن حوالي 40% من المربيات اللي بيشتغلوا في السعودية بيرتكبوا جرائم. ممكن الجرائم دي تتدرج من جرائم السرقة لحد الجرائم اللي زي جريمة النهاردة. عشان كده الجريمة دي وجرائم تانية كتير خلوا المجتمع السعودي ينتبه، وبدأ خبراء في علم النفس والاجتماع يحطوا تفسيرات للجرائم اللي بتحصل. منهم مثلا الاستشاري النفسي السعودي جمال الطويرقي، واللي قال إن في عدد كبير من الأمراض النفسية منتشرة بين أعراق وجنسيات معينة. قال إن عدد كبير من العمال دول وغيرهم بيظهر عليهم أعراض الأمراض دي لما بيتحطوا تحت ضغط، سواء كانت الضغوطات دي نفسية أو اجتماعية أو مادية، وإن كل الحاجات دي بتختفي تلقائيا لما الضغط يروح من عليهم. قال كمان إن مع استمرار الضغط ده ممكن المرض ده يتحول لفصام، ودي بتكون زي نوبات كده بتصيب الإنسان تحت ضغط فبيعمل حاجة خارجة عن سيطرته وغير إنسانية. وقال إن في الغالب العمالة الإفريقية هي اللي بتعاني من المشاكل دي. طبعا من وقتها وكل المجتمع السعودي بيطلب من مكتب العمالة إنه قبل ما يعين أي حد لازم يتأكد من صحته النفسية والجسدية وكل حاجة في صحته، خصوصا إن دي مش جريمة فردية، ده الموضوع فعلا متكرر بشكل مفزع. ودايما العاملات دول بيصبوا غضبهم على الأطفال لأنهم الحلقة الأضعف في البيت. القضية طبعا اتعرضت على القضاء واستمر التحقيق فيها ل4 سنين كاملين، لحد ما أخيرا صدر حكم بالقصاص من الخادمة. ويوم 2 أكتوبر سنة 2022 نوف حضرت القصاص زي المعتاد في السعودية، وشافت بنفسها تنفيذ القصاص بالسيف في فاطمة زي بالظبط ما عملت في بنتها نوال. ولما الإعلام اتكلم مع نوف قالت إن اليوم ده هتفضل فاكراه طول عمرها، وإن أخيرا ربنا عوض صبرها وجبر خاطرها بعد طول انتظار. بس برضو أكدت إن رغم إن القصاص برد قلبها شوية إلا إن وفاة نوال حاجة صعبة جدا ومفيش أي حاجة تعوضها. نوف كانت بتتابع القضية يوم بيوم طول الفترة دي، وكانت بتطالب بالقصاص العادل وإن حق بنتها اللي اتقتلت يرجع بأي طريقة ممكنة. نوف كمان كانت متأثرة جدا بظروف علي الصحية والنفسية، عشان كده قررت إنها تتفرغ تماما لعلاج علي اللي أخد وقت طويل ولسه مكمل فيه لحد النهاردة. علي طبعا كان اتعرض لمشاكل نفسية كتيرة جدا بسبب اللي شافه بيحصل لأخته وبسبب موت أخته، وكمان بسبب الهجوم اللي هو تعرض له. حاليا علي وصل للمرحلة الثانوية، وربنا سبحانه وتعالى بعت لنوف هدية تبرد قلبها. ربنا رزقها بطفل اسمه ريان. ربنا رزق الأسرة دي إنها قدرت تجيب حق بنتها بالقصاص بتاع ربنا، وفي نفس الوقت ربنا عوضها بطفل تاني، وكمان ابنها علي نجا من الموت بأعجوبة. بس كده تكون انتهت قضية النهاردة. ربنا يصبر أهل الضحايا
وربنا يصبر أي حد كان ضحية في يوم من الأيام للغدر بتاع الناس. في النهاية ما تنساش لايك للفيديو واشتراك في القناة، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.